السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شربات النعناع المركز وازاي تعمليه ويكون بنكهة قوية وقوام تقيل، وهقولك الإضافة المهمة اللي هتخليه زي الجاهز وأحلى، وازاي تظبطي اللون، وازاي كمان تختاري النعناع اللي هيخليه يطلع معاكي بنكهة قوية. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو كنتم أول مرة تزوروني، ننزل على طول نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من وصفات القناة. أول حاجة إن شاء الله هنبدأها مع بعض النهاردة هي إزاي نختار النعناع. أولا تختاري النعناع اللي الورقة بتاعته غامقة وتكون خشنة شوية، عشان ده هيطلع لك أفضل ريحة وأفضل قوام معاكي في شربات النعناع المركز، وهيجيب نتيجة معاكي كويسة جدا. وكمان تختاري النعناع الفريش اللي هتلاقي جوه الرابطة بتاعته كده الورق غامق كده وطازة وحلو، يعني ما فيهوش ولا ورقة سودا ولا العرق بتاعه مغمق كده ولا ناشف. زي ما احنا شايفين كده كل الورق بتاعه كده يكون طازة وفريش. وبعد كده هناخد مجموعة مجموعة. أنا هنا جبت 3 ربطات، الرابطة تقريبا بجنيه أو ب2 جنيه على حسب ما بتتباع في كل منطقة. وطبعا قبل ما استعمل النعناع بتاعي اكون غسلاه كده، شطفاه شطفه خفيفه خالص، انزل التراب بس منه وهصفيه كويس جدا من الميه. وبعد كده هاخده اقطع الورق بتاعه طرنشات رفيعه بنفس الطريقه دي كده، وهاخد بقى الورق بتاعه، بس انا محتاجه الورق بتاعه، يعني الجذور اللي تحت الناشفه شويه دي انا مش هستعملها. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي واحطها في طبق كبير بنفس الشكل ده كده، وهركنها على جنب لحد ما اشوف الخطوة اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين انا جمعت الورق كده كله، ما شاء الله ريحته نفاذة جدا وفريش جدا، وهتلاقي الورقة لسه طرية. وهاخد بقى حلة كده معايا وهحط فيها كوبايتين من السكر. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا هنعاير بنفس الكوباية، الكوباية اللي هعاير بيها السكر هيها نفس الكوباية اللي هعاير بيها المية، وهنزل عليهم بكوباية من المية، واقلب بقى كويس جدا جدا لحد ما احس خلاص ان السكر بدأ يدوب. وعلى نار متوسطة هرفع الحلة بتاعتي لمدة 10 دقايق، وبعد ما يبدأ يغلي كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من عصير الليمون، ويغلوا بس يدوب لمدة 5 دقايق. هاخد بقى السيرب اللي طالع معايا بنفس الشكل ده كده، وانا مش عايزة يكون قوامه تقيل جدا لانه لسه هياخد غلوة كمان. وهنزل بقى بالنعناع بتاعي على السيرب وهو سخن. زي ما احنا شايفين كده بمجرد النعناع ما بينزل على السيرب وهو سخن هتلاقي النعناع بتاعك بيهبط على طول، لانه بيشم درجة الحرارة فالورقة بتاعته بتدبل. وهخلص الكمية بتاعتي كلها، وهقلب بقى الورق النعناع مع السيرب كويس جدا لحد كله ما يختلط ببعضه، وهتلاقي الورقة على طول لونها اتغير. هفضل اقلب كويس جدا لحد ما اتاكد ان خلاص كل النعناع بتاعي اختلط بالشربات او بالسيرب اللي معايا في الحله. وعلى طول هاخدهم بقى على النار للمرة التانية عشان نغلي بقى الخليط ده كله مع بعضه، السيرب مع النعناع بتاعنا، عشان الروايح والزيوت الطيارة اللي في النعناع تندمج كلها مع السيرب اللي احنا طلعناه في الأول. وزي ما احنا شايفين كده بالشكل ده هيغلي بس لمدة 5 دقايق، وهنسيب بقى الخليط ده كله مع بعضه كام ساعة كده. ولو يستحسن ان انت تسيبيه ليلة كاملة عشان يستخرج كل الزيوت والروايح العطرية اللي في النعناع، طبعا هيجيب نتيجة معاكي أحلى بكتير مما إنك تسيبيه ساعة أو 2. زي ما احنا شايفين كده ده اللون بتاعه اللي طلع في الآخر. نيجي بقى للتركة المهمة اللي هتطلع معاكي نتيجة هايلة جدا. هناخد بقى الخليط ده كله مع بعضه وعلى الخلاط على طول، النعناع مع السيرب كله على بعضه كده، وهنضرب بقى ضربة كويسة جدا على قد ما تقدري. اضربي بقى لمدة دقيقتين وتريحي الخلاط، كل مرة دقيقتين كده وتريحي الخلاط عشان الخلاط بتاعك ما يبصش وما يسخنش، لحد ما الخليط كله يبقى ناعم بالشكل اللي احنا شايفينه ده وما فيهوش اي كتل كبيرة. وهنجيب بقى المصفى بتاعتنا، ومش بس هنكتفي بالمصفى، لا هنيجي بقى للخطوة المهمة جدا والتركة المهمة. هنجيب حتة شاشة صغيرة، اي حته اشارب عندك يكون خفيفه او اي حته قماشه تكون خفيفه زي ما احنا شايفين كده، وهتحطيها جوه المصفى وهننزل على طول عليها بخليط النعناع. زي ما احنا شايفين كده طريقه سهله جدا وموفره جدا للوقت والجهد. انما لو حطيتي المصفى كده بس هتنزل طبعا معاكي شوائب كتيره ناعمه ومش هتقدري تخرجيها. انما الطريقه اللي احنا بنعمل بيها دي كده، وهتعصري بقى الخليط كله بنفس الشاشه لحد ما تخرجي كل السوائل من النعناع. هتعصريها جدا على قد ايديكي ما تقدر عشان نخرج اي سوائل موجودة معانا في الشاشة.
شايفين كده مفيش اي شوائب نهائي معانا جوه الحله، سائل خفيف كده وما فيهوش اي شوائب. طيب هل ده اللون بتاع السيرب بتاعنا؟ لا، لسه فاضل الخطوه الاخيره. هنجيب لون غذائي من عند اي محل مستلزمات حلواني وهنضيفه على طول على الشربات بتاعنا. هنضيف نقطة أو نقطتين كده ونقلب بالراحة لحد ما أوصل الشربات بتاعي للمستوى واللون اللي أنا عايزاه. وهقلب بقى كويس جدا. أنا لسه لقيته فاتح شوية فنزلت بنقطة كمان صغيرة وبدأت أقلب. هل كده خلاص أكتفي بالخطوات اللي معايا دي؟ فاضل خطوة بس صغيرة جدا. هاخد بقى الخليط اللي معايا ده وهطلع بيه على النار على طول. هاخده غلوة كده لمدة 5 دقايق. بمجرد ان الخليط بتاعك هيغلي كده على النار هيتكون معاكي ريم خفيف خالص كده في الجناب. هنطلعه كده بالراحة خالص عشان ما يغيرليش من لون وطعم شربات النعناع المركز اللي انا عاملاه. وبعد كده هاخد بقى الحلة بتاعتي بعد ما اتظبط بقى معايا اللون وغلى معايا لمدة 5 دقايق مش اكتر. انا مش عايزة اتقله اكتر من كده. انا عايزة قوامه يكون معقول كده زي العسل النحل او شربات الكنافة التقيل اللي احنا بنسقي بيه الكنافة والقطايف. وهننزل بيه معانا بقى في طبق كده بره عشان نبرده. وهنلاقي القوام بتاعنا لسه خفيف. هتستعجليش لما ندخله التلاجة ويبرد، هيوصل معاكي للقوام المطلوب. شايفين اللون تحفة ازاي؟ ده غير كمان ريحته النفاذة وغير كمان الطعم اللي هتلاقيه تحفة جدا. هنعمل بقى مع بعض كده عصير الليمون بالنعناع. طبعا عصير ليمون بالنعناع يعني تلج. تحطي تلج كده على حسب ما تحبي، قطعة أو قطعتين أو 3. وهننزل عليهم كده بشربات النعناع المركز اللي احنا عملناه. ما تقلقيش، أول ما ينزل كده على التلج هتحسي إنه بيتجمد شوية، بس هيدوب على طول أول ما ننزل عليه بالعصير. وبعد كده هنضرب ليمونة في الخلاط مع كوبايتين من المية وعليهم معلقتين من السكر. ما نزودش سكر عشان احنا كده كده عندنا سكر في النعناع المركز اللي احنا عاملينه. نيجي بقى لتزيين الكوباية او الكاس اللي انت هتحطي فيها العصير ده يرجع ليكي. حطينا شرايح من الليمون وقطع من النعناع الفريش ونزلنا على طول بعصير الليمون اللي احنا عملناه في الخلاط. ننزل على طول على شربات النعناع المركز. هتلاقي ما شاء الله درجات اللون الأخضر اتحولت في الكوباية، وبقيتي عملتي كوباية من النعناع بالليمون زي الكافيهات وأحلى. هتلاقي نفسك أنجزتي فعلا وفرحانة جدا بالنتيجة اللي انت وصلت لها. شايفين ما شاء الله كوباية تحفة جدا، ولا أحلى كافيه كمان يطلعها بالشكل ده. وبكده تبقي عملتي موهيتو النعناع المركز بالليمون زي الكافيهات واحلى. شايفين ما شاء الله وانتي طالعه كده بدرجات اللون الاخضر مع الاصفر مع الليمون وشرايح الليمون والنعناع. كوبايه شكلها تحفه جدا، هتبهري زوجك وولادك. ولو عندك كمان ضيوف الحاجه دي بتبقى سريعه جدا ممكن تقدميها. وبكده نبقى عملنا شربات النعناع المركز بطريقه سهله جدا وبسيطه. هتعمليها في البيت بمنتهى السهوله. شايفين القوام شكله ايه؟ ده غير ريحته كمان لو شميتوها نفاذة جدا وتحفة جدا. ده غير طبعا فايدة النعناع للمعدة والقولون وللجسم كله. يا سلام بقى وانت راجعة من بره من الحر او في الجو الفظيع بتاع اليومين دول. وبكده نبقى خلصنا الوصفة بتاعتنا. اتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال. ما تنسونيش من صالح دعواتكم. واتمنى ان انتوا تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. ده غير كمان اللايك الجميل على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.